السلام عليكم ومرحبا بكم. الفيديو تاع اليوم هو غاناش مونتي شوكولا ولي وغاناش تغليف. واش نحتاجو في الغاناش مونتي؟ عندي 250 غرام شوكولا اولي تاع الوجدان، وعندي 750 غرام كريم فريش خاصة بالحلويات، يعني نسبة الدهون فيها تكون 30%، يعني اكبر من 27%. اول حاجه الكميه تاع الكريم فريش حنقسمها على اثنان، يعني 750 نحتاجو 375 غرام كريم فريش سخونه و 375 غرام كريم فريش بارده. نسخن النص الثاني، يعني نسخنه مليح حتى يغلي. نجيب الكميه تاع الشوكولا تاعي نقطعها الى قطع صغيره. تقدروا تستخدموا اي نوع تاع شوكولا، المهم تكون الجوده تاعها مليحه. في هذا الكناش مونتي تقدروا تضيفوا حوالي 2 إلى 3 مغارف كبار تاع شوكولا طحيني، يعني هذه حاجه اختياريه. كما راكم تشوفوا راني نقطع في الشوكولا تاعي الى قطع صغيره هكذا باه تذوب لي بسرعه. حاولوا ما تخليوش فيها قطع كبيره باه كي تفرغوا عليها الكريم فريش تذوب لكم. نحطها في الريسيبيون تاعي ونضيف عليها الكميه تاع الكريم فريش اللي نكون غليتها من قبل. من غليتها نحطها عليها وهي سخونه. نحرك غير بشويه والشوكولا تاعي راح تذوب بالحراره تاع الكريم فريش. هاي وين ليك، حركو غير بشوي وهي راح تذوب. يعني قبل ما نضيف الكميه الثانيه تاع الكريم فريش البارده لازم نتاكد انه الشوكولا تاعي كامل ذابت. هنا في هذه المرحله اذا لاحظتوا باللي الخليط تاعكم رجع دافي والشوكولا مزال عندكم يعني حبات ما ذابوش، يعني قطع هكذا ما ذابوش، حطوها فوق حمام مائي وبقاو تحركوا حتى تذوب. يعني ضروري تاكدوا بلي الشوكولا تاعكم كامل ذابت. درك انا هنايا حنضيف 375 غرام من كريم فريش بارده. وكما قلت لكم تقدروا تضيفوا لها هنايا شوكولا تارتيني كما تحبوا، يعني هذه الخطوه اختياريه. هاي ليك نحرك مليح الخليط تاعي حتى نتحصل على خليط متجانس. دركا هكذا نغلفه بالبابي فيلم اون كونتاكت ونحطه في الثلاجه ليله كامله، يعني حطوه غير في الثلاجه ماشي في الكونجيلاتور، وفيلميوه اون كونتاكت كما راكم تشوفوا. هاوليك الكناش مونتي تاعي بعد ما خليته في الثلاجه ليله كامله، راح نجي نطلعو دركا بالبيتران ولا بالباتور. نحط الخليط نتاعي كما راكم تشوفوا، نحطه في البيتران يطلع. يعني كي تخليوه يبات ليله كامله تلقاو الخليط بارد،
كما تعرفوا الكريم فريش كي تعود بارده يعني ما تاخذش وقت وهي ثم تطلع لكم. هاي ليك طلعت الكريم فريش تاعي، ما محتاجاش تطلع بزاف، يعني هكذا تكفي. وهذا هو الغاناشمون تاعنا تاع اليوم، نحشو به الكيك ولا الحلوى يعني كيما تحبوا. شوفوا كيفاش يجي شاد روحو. وهذه هي النتيجه تاع الغاناش مونتي شوكولا اولي تاعنا تاع اليوم. نفوتو دركا الغاناش تغليف. عندي كيما راكم تشوفوا 400 غرام شوكولا نوار امباسادور، يعني لازم تكون امباسادور، ما تقدروش تستخدموا حاجه واحده اخرى. عندي 400 غرام شوكولا نوار، ونحتاج ايضا 200 غرام كريم فريش. يعني هنا غاناش تغليف، قاعده تاعو تقول شحال استخدمنا شوكولا نوار نستخدموا نصف الكميه تاعها كريم فريش. كريم فريش طبعا يعني تكون خاصه بالحلويات. نحط الشوكولا تاعي تذوب على حمام مائي. هاي ويليك نحطها تذوب على حمام مائي ونرجع. بعد ما ذابت الشوكولا تاعي نحطها على الميزان ونبدا نوزن. انا درت 400 غرام شوكولا نوار، ندير 200 غرام كريم فريش. هاي ليك درت 200 غرام كريم فريش. نحرك الخليط تاعي حتى نتحصل على خليط متجانس. وهذا غاناش تعريف، يعني ما يحتاجش يريح ولا يبات كيما الغاناش مونتي، يعني غير نكملو نخدموه نستعملوه هكذا وجاهز باه نغلف به الكيكه تاعي. هذه يعني صورة تاع الكيكه بعد ما غلفتها بهذا غاناش تغليف، باه تديو فكره عليها.